بينما لو تأملنا إلى القوانين الوضعية وإلى الدساتير التي قننها البشر لوجدنا فيها من الفساد ما الله به عليم. إن صلح مأكلهم فسد مشربهم، وإن صلح ملبسهم فسدت أخلاقهم، وإن صلحت تجارتهم فسدت معاملاتهم، وإن صلح حكامهم فسد رعيتهم. قوانين وضعية ليست من كلام رب البرية ولا من هدي خير البشرية صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن طبيعة الإنسان أنه ظلوم جهول، نفسه تؤزه إلى الباطل وتحببه إليه، وشيطانه يسوقه إلى الباطل ويزينه له، وهواه يميل إلى الباطل ويرقبه فيه، ومجتمعه أكثره على غير الطاعة فيكثر به الباطل. بينما لو استقام على أمر الله لوجد الخير العظيم.